هنبتدي النهارده ناخد الجذر التكعيبي للعدد النسبي. ايه هو الجذر التكعيبي للعدد النسبي وازاي اقدر اجيبه وازاي اقدر احل على الدرس بكل سلاسه وسهوله من غير ما احس ان الرياضه دي صعبه. يعني دي مشكله بتواجه كتير من الناس، بس رياضه سهله جدا، افهم وركز بس مش اكتر من كده. وطبعا اهم حاجه الحل، تحل كتير هتبقى في الرياضه بيرفكت اخر حاجه. تمام؟ فتعالوا يلا نبتدي درسنا اللي هو بيتكلم عن الجذر التكعيبي للعدد النسبي. ايه هو الجذر التكعيبي للعدد النسبي؟ قبل ما اقول الجذر التكعيبي للعدد النسبي او اتكلم عن خواصه، هتكلم الاول عن الجذر التربيعي. لازم اتكلم الاول واذكر الجذر التربيعي وخواص الجذر التربيعي. الجذر التربيعي كان بيقول لي مثلا الجذر التربيعي لل 36 عباره عن ال 36 دي كنت بشوف هي كام في كام، حاصل ضرب عدد في نفسه. ايه اللي اضربه في نفسه مرتين يديني 36؟ كنت بقول له ان هو 6 في 6 ب 36، يبقى الجذر التربيعي لل 36 يديني كام؟ 6. تمام؟ طيب كنا بنيجي مثلا نقول الجذر التربيعي للعدد سالب 36، كنا بنقول دي مجموعة الحل فاي او ملهوش حل، ما ينفعش سالب تحت الجذر التربيعي. ليه ما ينفعش سالب تحت الجذر التربيعي؟ لان انا عندي هنا سالب، مثلا لو خدت ان هو سالب 6، سالب 6 في سالب 6 هيديني 36 موجب 36، وكذلك برضو 6 في 6 هتديني 36. فمعنى ذلك ان مفيش عدد اضربه في نفسه مرتين يديني عدد سالب. اي عدد يتضرب في نفسه مرتين هيديني عدد موجب وليس سالب، لذلك مفيش جذر تربيعي للعدد سالب تحت الجذر. تمام؟ العدد سالب. طيب تعالوا بقى ناخد الجذر التكعيبي. ايه هو الجذر التكعيبي؟ قال لي لو انا ربعت، لو انا قلت 2 أس 3، 2 أس 3 دي معناها 2 في 2 في 2، يعني الاتنين مضروبة في نفسها كم مرة؟ 3 مرات. 2 في 2 في 2 ب 8، صح؟ يبقى 2 أس 3 دي بكام؟ ب 8. 2 في 2 ب 4، 4 في 2 بكام؟ ب 8. اوكي خلاص تمام كده، يبقى 2 أس 3 ب 8. طب انا لو جيت بقى اخدها على العكس، اللي هو اقول له الجذر التكعيبي لل8، قال لي الجذر التكعيبي لل8. عشان تقدر تجيب جذر تكعيبي بتشوف العدد ده ايه هو العدد اللي مضروب في نفسه 3 مرات يديني 8. ايه هو العدد اللي مضروب في نفسه 3 مرات يديني 8؟ طبعا هو 2 في 2 في 2، لان 2 في 2 في 2 ب 8. يبقى الجذر التكعيبي للعدد 8 هيديني كام؟ 2. فمعنى الجذر التكعيبي ده ان انا بشوف عدد مضروب في نفسه 3 مرات بيديني الرقم اللي تحت الجذر. تمام؟ عندنا برضو هل ينفع اخد جذر تكعيبي لعدد سالب؟ يعني مثلا ينفع اقول له الجذر التكعيبي لسالب 8؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ دي حاجه نشوفها. هل انا لو ضربت عدد في نفسه 3 مرات ينفع يطلع سالب؟ ايوه، اي عدد سالب لو ضربته في نفسه 3 مرات يطلع عدد سالب، زي سالب 2 في سالب 2 في سالب 2، لان سالب في سالب بموجب، موجب في سالب هيديني ايه؟ سالب. و2 في 2 ب 4 في 2 بكام؟ ب 8، يبقى الناتج بسالب 8. لذلك اقدر اخد جذر تكعيبي لعدد سالب، لذلك اقدر اخد جذر تكعيبي لعدد سالب وما اقدرش اخد جذر تكعيبي لعدد موجب. تمام؟ طيب تعالوا نكمل ونشوف بعض الخواص بتاعة الجذر التكعيبي وحل المعادلات بتاعته وازاي نقدر نحلها من غير ما نحس ان المسائل تقيلة. وحل المعادلات هتيجي فيما بعد على كل الدروس اللي جاية في الجبر بعد كده للصف الثاني الاعدادي. فركزوا وحلوا المعادلات كويس، لان حل المعادلات مهم جدا معانا في كل السنين. تمام؟ ويلا بينا نكمل ونشوف بعد كده عايزين نعمل ايه. يبقى احنا عرفنا الجذر التكعيبي للعدد النسبي بيتكلم عن ايه. طيب وليكن انا حابب انا مثلا معرفش حاصل ضرب عدد في نفسه كذا مره بيديني كام، وليكن مثلا انا عايزه اجيب الجذر التكعيبي لل 216 زي اول مثال معايا هنا. بقول لي الجذر التكعيبي لل 216 عشان الكتابه مش واضحه قوي. الجذر التكعيبي للعدد 216 انا هعمل ايه؟ قال لي خد ال 216 دي وحللها، خد ال 216 دي وحللها، وافهمكم بتحللوا ازاي. انا مثلا عندي بدايه الرقم هنا عدد زوجي، ممكن يقبل الاسم على الاثنين. اي رقم بدايته عدد زوجي بيقبل الاسم على الاثنين. تمام؟ طيب انا لو قسمت على الاثنين اهو، 2 على الاثنين فالواحد، 1 على الاثنين مش هينفع فهنحط صفر ونقول 16 على الاثنين فهت كام؟ فهت 8. كمل اسم على الاثنين، 2
10 على الاتنين فيها الخمسة، 8 على الاتنين فيها الأربعة، كمل اسم على الاتنين، 5 على الاتنين فيها الاتنين ومتبقي واحد، 14 الواحد اللي هنا هيبقى دي ب14، 14 على الاتنين فيها السبعة. طيب ال27 أنا عارفة يا ناس إن الجذر التكعيبي لل27 أصلا بتلاتة، فمعنى كده إن ده بتلاتة. لأ كمل حل، 27 على التلاتة فيها التسعة، و9 على التلاتة فيها التلاتة، و3 على التلاتة فيها الواحد. لازم اوصل الناتج في الاخر يكون بكام؟ بواحد. لازم اوصل الناتج في الاخر يكون بواحد. طيب انا برضو اعرف منين الجذر التكعيبي ل 216 بكام دلوقتي؟ قال من كل 3 ارقام متكررين تاخدها رقم واحد. من كل 3 ارقام متكررين تاخد رقم واحد، وتضرب اللي طالع ده في بعض. 2 في 3 بكام؟ ب6. يبقى الجذر التكعيبي لل 216 ده بكام؟ ب6. يبقى ناتج الجذر التكعيبي لل 216 ده بكام؟ ب6. ليه؟ لأن ال 216 أنا لما جيت حللتها لقيتها إن هي عبارة عن 2 مضروبة في نفسها 3 مرات، و3 برضو مضروبة في نفسها 3 مرات، فمعنى كده إن هو 2 في 3 يديني كام؟ 6. تمام؟ طيب بعد كده بيقول لي إيه؟ بيقول لي الجذر التكعيبي لل 27. الجذر التكعيبي لل 27، ال 27 دي 3 في 3 في 3 هيديني 27، فمعنى كده إن الجذر التكعيبي لل 27 هيساوي كام؟ 3. طيب ناقص الجذر التكعيبي لل 64. تفرق هو قايل تكعيبي ولا تربيعي؟ هو هنا بيقول الجذر التكعيبي لل 64. الجذر التكعيبي لل 64 بكام؟ قال الجذر التكعيبي لل 64 ب4. لو خدت ال 64 وحللتها على الاتنين هتبقى فيها ال 32، على الاتنين هتبقى فيها ال 14، على الاتنين سوري انا قلت 64 على الاتنين فيها ال 32، 32 على ال 16 مش 12 مش 14، 32 على الاتنين فيها ال 16، 16 على الاتنين فيها ال 8، 8 على الاتنين فيها الاربعة، 4 على الاتنين فيها الاتنين، 2 على الاتنين فيها كام؟ فيها الواحد. انا عندي الاتنين متكررة كام مرة؟ قال لي 6 مرات. 1 2 3 4 5 6. من كل 3 ارقام متكرره باخد رقم واحد، يبقى من هنا هاخد 2، ومن هنا برضو من التلاتة دول هاخد 2، ف2 في 2 بكام؟ ب4. يبقى الجذر التكعيبي لل 64 بكام؟ ب4. يبقى الجذر التكعيبي لل 64 ب4. يبقى هي عباره عن 3 ناقص 4. 3 ناقص 4 دي بسالب 1. يبقى الناتج هنا بسالب 1. قبل ما تاخد الجذر التكعيبي لازم تخلص الجمع والطرح. الضرب والقسمة مش مشكلة، ولكن الجمع والطرح ضروري تخلص الجمع والطرح، تجيب ناتج الجمع والطرح اللي تحت الجذر، وبعد كده تبقى تاخد الجذر. لكن ما ينفعش اجي اقول له الجذر التكعيبي لل 64 ب4، 4 زائد كام يديني 5، 4 زائد 1 يبقى هنا المفروض 1، لان 1 تكعيب بواحد غلط. امال يا مس اعمل ايه؟ تعالى كده معايا ركز. هو هنا بيقول لي الجذر التكعيبي للكام؟ كأن ال 64 دي مش موجودة يا جماعة، كأنها مش موجودة، وهشوف هي كام. تمام؟ هو كأنه بيقول لي الجذر التكعيبي للكام؟ هيديني 5، الناتج 5. أنا هقول له الجذر التكعيبي لل 125 ب5، أو أنا مش عارف أقوم عاملة إيه؟ أقوم عامل إيه؟ أقوم ضارب 5 في 5 في 5 ب 125. تمام؟ يبقى الجذر التكعيبي للكام؟ يديني 5، هقول له ال 125. يبقى الناتج اللي تحت الجذر هنا المفروض يكون بكام؟ ب 125. الناتج ده كله ب 125. طب انا خدت منه 64، يبقى اقول له 125 ناقص 64 هيديني كام؟ 15 ناقص 4، 5 ناقص 4 سوري هيديني 1، وهنا 12 ناقص 6 هيديني كام؟ 6. تمام؟ يبقى هي زائد 61 هيديني 125. تمام؟ فيما بعد بيقول لي القيمة المطلقة للجذر التكعيبي لسالب 343. أنا هكتب لكم دلوقتي الجذور التكعيبية كلها لكل الكلام ده عشان تبقوا عارفينه على طول. أولا الجذر التكعيبي ل 343 ب7. الجذر التكعيبي ل 343 ب7، بس هنا في سالب تحت الجذر يبقى المفروض يخرج بسالب 7. بس يا مس بعد ما خرج بسالب 7 من تحت الجذر في هنا قيمة مطلقة. القيمة المطلقة بتخرج العدد السالب بإيه؟ بالموجب. يبقى الجذر ده كله هيطلع بكام؟ ب7. يبقى الناتج ده كله هيطلع ب7، بس هو مش عايز الناتج ب7، امال هو عايز ايه؟ ده بقول لي جذر كام يديني الكلام ده. الكلام ده كله بكام؟ الكلام ده كله ب7.
طب جذر ايه يديني 7؟ وجذر تربيعي وليس تكعيبي، جذر تربيعي مش تكعيبي. الجذر التربيعي كام يديني 7؟ هقول له 7 في 7 ب49، يبقى الجذر التربيعي لل49، 7 في 7 ب49، يبقى الجذر التربيعي لل49 هيديني كام؟ 7. تمام؟ تمام لحد كده فاهمين؟ انا عندي هكتب لكم الجذور دلوقتي كلها بس نشوف حل المسائل دي. هنا بيقول لي الجذر التكعيبي لس بيساوي سالب ربع. الجذر التكعيبي، حل بقى معادلات يا جماعه وركزوا معايا. الجذر التكعيبي لس بيساوي سالب ربع. انا بس ما اعرفش، انا هعتبر ان ده قسمة عددية، ولكن هحل بطريقة ابسط الاول. هعمل ايه يا مس؟ انا عايزه اجيب السين، انا عايزه اجيب السين بس. عايزه اعمل ايه؟ عايزه اجيب السين. عايز تجيب السين؟ يبقى لازم تتخلص من الجذر ايه؟ التكعيبي. يبقى يا مس عشان اجيب السين انا لازم اتخلص من الجذر التكعيبي ده. اوديه فين؟ قال لي عشان تتخلص من الجذر التكعيبي تكعبه، تعمل اس 3. عشان تتخلص من الجذر التكعيبي تكعبه، تعمل اس 3. تمام؟ طيب يبقى انا هعمل اس 3 هنا واسيب هنا؟ لا ما ينفعش، اللي اتعمل هنا لازم يتعمل ايه؟ هنا. يبقى هنا الجذر التكعيبي هعمله اس 3 وهنا برضو ده اس 3. التكعيب بيطير الجذر التكعيبي، زي التربيع بيطير الجذر التربيعي، زي التربيع بيطير الجذر ايه؟ التربيع. طيب التكعيب بيطير الجذر التكعيبي، يتبقى لي هنا كام؟ يتبقى لي هنا س. كده انا خلصت، انا كده جبت السين، انا كده جبت خلاص خلصت من الجذر فهقدر اجيب قيمه السين. انا كده خلصت من الجذر فاقدر اجيب قيمه ايه؟ السين. السالب بيخرج من تحت التكعيب بسالب عادي خالص يا مس، سالب زي ما هو. ليه؟ لان سالب 1 في سالب 1 في سالب 1 بسالب 1 برضه. اي عدد سالب في نفسه 3 مرات هيديني سالب الضرب، يعني 1 في 1 في 1 ب1. ونحط السالب زي ما هو. 4 أس 3 بكام يا مس؟ 4 في 4 في 4، ولسه قايلين من شويه ان هي بكام؟ ب64. يبقى السين دي قيمتها بكام؟ بسالب 1 على 64. السين دي قيمتها بسالب 1 على 64. يبقى انا لما يكون عندي جذر تكعيبي وعايز اخد اللي تحت الجذر التكعيبي عشان اجيب قيمه السين لازم اتخلص منه. اتخلص منه ازاي؟ اكعب الطرفين، اعمل هنا اس 3 وهنا اس 3. التكعيب ده معناه اس 3. اوكي؟ طيب يبقى انا عندي هنا السين هتكون قيمتها بسالب ربع. طيب بعد كده بيقول لي الجذر التكعيبي، بعد كده بيقول لي الجذر التكعيبي لس بيساوي سالب جذر 4. الجذر التكعيبي لس بيساوي سالب جذر 4. عايز قيمة السين يا مس؟ لازم اتخلص من الجذر التكعيبي يا مس. عشان اتخلص من الجذر التكعيبي بكعب الطرفين. بس بسط المسألة الأول. أعمل إيه؟ أبسط المسألة الأول. إزاي؟ قال لي إن الجذر التكعيبي لس هنا بيساوي سالب جذر 4. طب ما جذر الأربعة بكام؟ ب2. يبقى الجذر التكعيبي لس دلوقتي قيمته بكام؟ بسالب 2. تمام؟ حد ممكن يقول لي طب ما انا اقول ايه؟ سالب 2 في نفسها 3 مرات هيديني السين وخلاص. صح، بس انا بعلمك تحل معادله علشان ما يبقاش في ارقام توقفك. تمام؟ طيب هنا هعمل ايه؟ هكعب الطرفين يا مس. هعمل هنا اس 3 وهنا اس 3. التكعيب بيطير الجذر التكعيبي. هيتبقى لي من هنا ايه؟ السين بس هتساوي سالب 2 اس 3. سالب 2 في سالب 2 في سالب 2 3 مرات. سالب 2 في سالب 2 في سالب 2 هيديني كام؟ سالب 8. هيديني سالب 8. تمام؟ يبقى انا عندي قيمة السين هنا دلوقتي بسالب 8. طيب بعد كده بيقول لي خمس س بيساوي خمس س بيساوي سالب 200. وعايز خمس س تكعيب. وعايز قيمة السين بكام؟ اولا انا لما بيكون عندي تكعيب باخد الجذر التكعيبي، لما بيكون عندي جذر تكعيبي بعمل اس 3 او بكعب. تمام؟ فهو العكس، لو عندي جذر تكعيبي بعمل اس 3، لو عندي تكعيب باخد الجذر التكعيبي. تمام؟ طيب نعمل ايه يا مس هنا دلوقتي؟ انا عايز دلوقتي اجيب قيمة السين. اشوف قيمة السين عندي بكام الاول يا مس؟ هقول لك بسيطة، لازم الاول تتخلص من الرقم اللي مضروب في السين تكعيب ده. لازم الاول اتخلص من الرقم اللي مع السين تكعيب. اتخلص منه ازاي يا مس؟ اضرب في 5 على 1 واضرب في 5 على 1. ليه يا مس؟
علشان هنا ال5 تطير مع ال5 والواحد يطير مع الواحد، الرقم في معكوس الضرب بيطيروا بعض وبيديني 1. الرقم في معكوس الضرب، المعكوس الضربي ده اللي هو بقلب الكسر. اوكي طيب يبقى انا عندي دلوقتي هطير ده مع ده وده مع ده، هيديني هنا في الطرف ده س تكعيب بس هيساوي هنا 5 على الواحد. طبعا الواحد ده ملهوش لازمه كاني ضاربه في 5 بس يعني، تمام؟ او هضرب هنا في 5 وهضرب هنا في 5. طيب سالب في موجب بسالب. 2000 في 5 بكام؟ 2000 في 5 هي 200 مش 2000، هي 200. 200 في 5 بكام؟ 200 في 5 ب 1000. 200 في 5 بكام؟ ب 1000. طيب يا مس بعد كده انا عايزه، طيب يا جماعه سوري عشان الكاميرا فصلت وانا شغاله وما اخدتش بالي، فهنحل المساله الاخيره تاني. بيقول لي ان انا عندي 5 س ناقص 2 لكل اس 3 زائد 10 بيساوي 18، وعايز مجموعه الحل. ده كله مجموعه حل معادله، يعني اوجد قيمه س او قيم س ايا كان المطلوب. اوجد قيمه المتغير سواء س ص ا ب ايا كان المتغير، ولكن هو هنا عايز يجيب قيمه السين. انا اولا لازم اجيب اللي هو اس 3 ده او المكعب ده في طرف لوحده. التكعيب لازم يكون في طرف لوحده زي كده علشان اقدر اخد الجذر التكعيبي، طيب فانا هعمل ايه علشان اجيب التكعيب في طرف لوحده؟ هل التكعيب هنا في طرف لوحده؟ لا يا مس مش في طرف لوحده. امال ده مجموع عليه كام؟ مجموع عليه 10 يا مس. يبقى انا لازم اتخلص من ال10 دي. عشان اتخلص من ال10 دي اعمل ايه؟ قال لي هتوديها بعكس الاشاره للطرف الاخر. هي موجب 10 تروح بكام؟ تروح بسالب 10. تروح بسالب ايه؟ 10. يبقى انا عندي دلوقتي 5 س ناقص 2 اس 3 هيساوي 18 ناقص 10. 18 ناقص 10 بكام؟ ب 8. هكتبها تاني اهو. 5 س ناقص 2 اس 3 هيساوي 8. ده اللي انا قدرت استنتجه. طيب انا عايزه، هو احيانا بيكون مديني شكل المساله كده من غير ما يديني الجمع او الطرح، بس انا جبت لكم الجمع او الطرح عشان تكونوا عارفين كل الافكار اللي هتقابلكم، تمام؟ طيب هو مديني المساله كده، انا عايزه اجيب قيمه السين. عشان اجيب قيمه السين لازم اتخلص من الاس 3 اللي فوق المقدار ده، لازم اتخلص من الاس 3. فعشان اتخلص من الاس 3 هاخد الجذر التكعيبي للطرف ده وللطرف ده، تمام؟ هطير التكعيب مع الجذر التكعيبي، هنخلص التكعيب مع الجذر التكعيبي، هيتبقى لي هنا تحت الجذر 5 س ناقص 2. وهنا الجذر التكعيبي لل8 بكام؟ 2 في 2 في 2. خلاص بقى اعرف. يبقى الجذر التكعيبي لل8 بكام؟ ب2. بعد كده بحل معادله من الدرجه الاولى لازم اجيب قيمه السين. فعشان اجيب قيمه السين بتخلص من الجمع والطرح الاول، وبعد كده بتخلص من الضرب والقسم. بمعنى انا عندي هنا 5 س، ال5 دي مضروبه في س وناقص 2 مطروح منها 2، فلازم اتخلص من الطرح او الجمع اللي مع السين الاول، وبعد كده اتخلص من الضرب والقسم. يبقى انا لما باجي احل معادله، علشان معظمكم داخل سنه ثانيه وهو مش عارف يحل معادله، يبقى انا لما باجي احل معادله لازم اتخلص من الجمع والطرح، وبعد كده بتخلص من الضرب والقسم. بتخلص منهم ازاي يا مس؟ قال لي بتتخلص منهم ازاي؟ لو هو جمع بتوديه طرح، بتوديه عكس الاشاره يعني مع الطرف الاخر بطرح. لو هو طرح بتوديه بعكس الاشاره مع الطرف الاخر جمع، تمام؟ ولو هو ضرب بنعمل قسمه، ولو هو قسمه بنعمل المعكوس الضربي او ايا كان بقى، تمام؟ هتفهموا مع كتر الحل. طيب انا هنا هودي السالب 2 بعكس الاشاره، لازم اتخلص من الجمع والطرح الاول، وبعد كده من الضرب والقسم. يبقى انا بتخلص وانا بحل المعادله، مش بحل معادله حسابيه، يعني مش قدامي الارقام وفي ضرب وقسمه والكلام ده، لا، بحل معادله من الدرجه الاولى. هتخلص من الجمع والطرح الاول، وبعد كده الضرب وايه والقسم، تمام؟ هودي دي بعكس الاشاره، فيبقى عندي 5 س هتساوي 2 زائد 2. 2 زائد 2 بكام؟ ب4. هقسم على ال5 هنا وعلى ال5 هنا، يبقى الس هنا بكام؟ ب4 على 5. يبقى الس هنا بكام؟ ب4 على 5، تمام؟ طيب يبقى احنا كده يعتبر قلت جميع الافكار اللي موجوده في الدرس، وحلينا عليها كتير وفهمنا يعني ايه، وانا متاكده مليون في الميه ان انتوا فهمتوا وهتقدروا تحلوا على الدرس كويس. اهم حاجه في الرياضه حل، هفضل اقولها في كل فيديو، اهم حاجه في الرياضه حل. حلوا كتير يا جماعه، هتلاقوا الرياضه بسيطه معاكم جدا جدا جدا. حتى لو الاساسيات مش متاسسين فيها، مره في مره هتلاقوا نفسكم بتعرفوا تحلوا كل حاجه في الرياضه، تمام؟ الرياضه سهله وبسيطه. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده، وان شاء الله استنونا في فيديو جديد اللي هو الدرس الثاني في الجبر او الدرس بتاع الهندسه ايا كان بقى اللي هينزل.
احنا كده خدنا اول درس في الجبر اللي هو الجذر التكعيبي للعدد النسبي. تمام. وان شاء الله انتظرونا في الفيديو الجاي، وهنزل لكم برضو حل الكتاب المعاصر بس بعد شويه لحد ما تكونوا فهمتوا الدرس وحليتوا. على الدرس لو حابين تتاكدوا بعد ما تكونوا حليتوا هنزل لكم الفيديو بس بعد كام يوم ان شاء الله، وانتوا اكيد هتكونوا في الوقت ده لان انا بصور داتا، فاكيد في الوقت اللي انا هنزل فيه الفيديو ده هتكونوا عارفين مواعيد القناه وامتى كل فيديو هينزل. تمام. وان شاء الله لو انتوا مش متابعيني على الفيسبوك او الانستا او الكلام ده كله هتلاقوا الكلام ده كله عندي في هسيبه لكم في الديسكريبشن او الوصف، تقدروا تروحوا تتابعوني، وكمان هعمل لكم جروب باذن الله على الواتس لو حابين تسالوا في اي حاجه. وبكده يعني نكون نهينا فيديو النهارده عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.